طول عمرك فالح في الخيبه. ما هي الخيبه اللي بتكسب دلوقتي. صدقني عصر الشهادات والوظايف انتهى، ما بقاش ياكل عيش. وانت ما معكش 800 جنيه يا ابو صلاح؟ لا طبعا، هجيبهم منين؟ ده انا داخل في جمعيه ب 30 جنيه في الشهر عشان ادبر ال 300 اللي معايا. يا سلام، ليه؟ هي ميتك كام؟ الصافي حوالي 250 جنيه في اليوم؟ انت هتهرج؟ ما هو اقل من كده تبقى انت اللي بتهرج يا دكتور. زنقت روحك في الكيمياء وفضلت تدعي في ماجستير وفي دكتوراه واخرتها 250 جنيه في الشهر يا مهرج. انت عارف المهرج بياخد كام في الليله الواحده يا دكتور؟ المسألة مش مسألة كام، في اعتبارات كتير قوي أهم من كام يا قفل. انا برضو اللي قفل. طبعا، لأنك بتحاول تعرف سعر كل شيء، لكن ما بتحاولش تعرف قيمة أي شيء. وقيمة الشيء ملهاش سعر، ملهاش ثمن. في قيمة من غير ثمن. القيمة لا تقدر بثمن. تقدر تقول لي ثمن الحق كام؟ أو ثمن الخير كام؟ وهو من الحق أو من الخير إن واحد زيك ما يحتكمش على 800 جنيه يدخل بيهم ابنه المدرسة؟ الاستغلال أصبح عرف في جميع الأسواق يا دكتور. قول لي مين النهارده ما بيستغلش مين؟ ما هو ده بقى اللي جايبنا ورا. موازين الدنيا اتغيرت يا ابو صلاح. محدش دلوقتي بيوزن بالحق والعدل والرحمه. السنج اتغيرت زي الرطل لما اتغير وبقى كيلو. لا سيبك من منطق الجشع ده. الجشع هو انتهاز فرصه احتياج الناس لاساسيات حياتهم وفرض اضعاف مضاعفه لقيمتها الحقيقيه. ما هو ده اللي انت عايز تعمله. حاجات الأطفال في السوق بقت غالية نار. الظاهر دي وسيلة جديدة لتحديد الناس. سمعت يا استاذ؟ الناس لازم تعيش في واقع الحياه. ما تقول لنفسك يا اخي يا اللي بتطلب اغاني تافهه. الله، ما هو ده الواقع. احنا في زمن الغيره والناس قلوبها مليانه حقد وداري على شمعتك تقيل، واللي بيشربوها بيستفيدوا ايه؟ دي ما فيهاش اي صوتها. اللي بيشربوها الدنيا سطلهم قبل ما يقعدوا يتسطلوا. البحث اللي بتقول عليه ده مش جاي من بلاد بره؟ طبعا. يبقى ما يركبش معانا. ما يركبش. صحة هنا غير صحة هناك. يعني احنا فراعنة وربنا ادانا قوة وصحة ما اداهاش لأي ناس في العالم كله. يا سلام. في حد في الدنيا بنى هرم؟ لا. احنا بنينا 3 بقوة صحتنا. ايه الكلام ده؟ مش مصدق؟ طب خلي واحد من بلاد بره يشرب له بق ميه من اللي احنا بنقربعها دي، او ياكل له فرخه فانت ريح طحنتها وشوف يحصل له ايه. يروح فيه. الاضرار بالناس هو منتهى الكفر يا سيد باص. ومين قال اننا بنضر الناس؟ ده احنا بنبسطهم. وفين هو الواقع ده؟ الناس ما اكتر من نمل والناموس. نقوم نقضي عليهم نموتهم؟ يموتوا 60 داهيه واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ خلي الدنيا تخف تروح. يعني عاجبك الزحمه اللي احنا فيها دي؟ زمان كنت بغش الشاي بنشارة خشب وابيعه ببواكي، كسبت والماركه بقى لها اسم وسمعت، وفجأة النشارة غليت والنجارين اتملعنوا، عبينا الشاي من غير نشارة. تعرف حصل ايه؟ حصل ايه؟ اتخرب بيتي وفلست. يا سلام. زباين طفشت وقالوا عليا بغش الشاي. مش بقول لك مغفلين. هم اللي مغفلين ولا انت والغشاشين اللي زيك اللي فسدت ذوق؟ عودتهم على الوحش لغايه ما نسيوا طعم الحلم.